بتدعي من قلبك، بتبكي وانت ساجد، بتقوم الليل وتقول يا رب بس الدعاء مش بيستجاب. قلت في لحظة ضعف هو ربنا مش سامعني؟ مستحيل. ربنا أقرب ليك من حبل الوريد، هو أرحم من أمك وأقرب من روحك. لكن في حاجات ممكن توقف الدعاء، بتقفل الباب وانت مش واخد بالك. النهاردة هنتكلم عن 10 أسباب تمنع استجابة الدعاء. مش بقولها عشان أخوفك، عشان أساعدك تفتح الباب من تاني. لكن خد بالك، الكلام ده ممكن يزعلك شوية لأنه هيخبط في حاجات جواك، بس صدقني إحنا لازم نواجه الحاجات دي. يلا نبدأ. أول سبب في ال10 أسباب هو الدعاء من قلب غافل. لسانك بيقول يا رب بس قلبك في حتة تانية خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. الدعاء مش مجرد كلمات، ده إحساس وخضوع وذل. لو انت ما حسيتش بكده يبقى الدعاء هيطلع فاضي زي بالونة من غير هوا. تاني سبب: استعجال الإجابة وترك الدعاء. بتدعي يومين 3 وبعدين تقول مش هدعي تاني، مفيش فايدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ربنا مش بيتأخر، هو بيختبرك. انت هتصبر ولا هتزهق؟ هتفضل ثابت ولا هتشك؟ ما تستعجلش الرحمة، هي جاية بس في وقتها المناسب. السبب التالت: الدعاء باسم أو قطيعة رحم. بتدعي على شخص، بتدعي يحصل خراب في بيوت الناس، بتدعي في خصامك مع أهلك. ربنا ما بيحبش الظلم. النبي قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. الدعاء مش سلاح نأذي بيه الناس، هو باب بينك وبين ربك، مش بينك وبين خصمك. رابع حاجة: أكل الحرام. بتشتغل شغل فيه شبهة، بتغش، بترشي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. الحرام بيخلي دعائك مش بس مرفوض، ده بيبقى ملوث. خامس حاجة: عدم التوبة من المعاصي. بتدعي وانت لسه على معصية، لسه بتشوف الحرام وبتسمعه، لسه ظالم وما رجعتش الحق لناسها. ازاي تطلب من ربنا وهو شايفك مصر؟ ربنا رحيم بس مش على اللي بيتحداه. لازم ترجع الأول وبعديها اطلب كل حاجة. سادس سبب: سوء الظن بالله. بتدعي وانت حاسس ان ربنا مش هيستجيب، خايف يكون غضبان عليك، حاسس انك ما تستحقش ان ربنا يستجيب لك. ربنا بيقول في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. لو ظنيت خير هتلاقي خير، ولو شكيت الدعاء نفسه بيبقى عبارة عن شك مش رجاء. السبب اللي بعد كده: ترك الصلاة. بتسيب الصلاة وبتدعي، يعني قطعت الحبل اللي بينك وبين ربنا وعايزه يسمعك. الصلاة هي أول وسيلة اتصال، لو سبتها ازاي تطلب استجابة؟ مش هتدخل على الملك من غير ما تتأدب بفرضه عليك. السبب الثامن: ضعف التوكل
والاعتماد على الأسباب فقط. بتجري ورا الدكتور وبتنسى تدعي، بتجري ورا وظيفة وبتنسى تقول يا رزاق. التوكل على الله مش معناه إنك تسيب السعي، لكن السعي من غير توكل جري على الفاضي. ربنا بيحب اللي بياخد بالأسباب بس بيعلق قلبه بربنا مش بالأسباب. السبب التاسع سوء الأدب مع الله. في ناس تقول يا رب لو ما استجبتليش أنا مش هدعي تاني، أو حد يقول أنا عملت كل حاجة ليه ما بتستجيبش دعائي. هو ده أسلوب عبودية؟ ربنا بيحب الذل في الطلب مش التحدي. الدعاء عبادة مش مساومة. السبب الأخير الظلم. ظالم لمراتك، ظالمة لأمك، ظلمت حد في الشغل. ربنا مش بيحب الظالم ولا بيفتح له أبواب. الدعاء ده محتاج قلب نضيف. مادام في حق مهدور السما مش هتتفتح. رجع الحقوق لأصحابها وافتح الباب من جديد. طيب احنا دلوقتي قلنا الأسباب، ازاي دلوقتي تخلي دعائك مستجاب؟ أول حاجة التوبة الخالصة قبل الدعاء. تاني حاجة الصلاة على النبي قبل وبعد الدعاء. الدعاء بأدب بقلب منكسر مش متعجرف. اختار أوقات الاستجابة، وقت الليل، وقت السجود، بين الأذان والإقامة. لح في الدعاء، كرره واوعى تمل منه. كل حلال وابعد عن الشبهات. خلي عندك حسن ظن بالله مع رضا داخلي وتسليم كامل لرب العالمين. اللهم إنا دعوناك فلا تردنا خائبين. اللهم إن كان فينا مانع لاستجابة الدعاء فطهرنا منه. اللهم اغفر لنا وتب علينا واقبل توبتنا ويسر أرزاقنا. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين السائلين المستجاب لهم. اللهم فرج كرب كل مهموم وأقضي حاجة كل محتاج، وافتح لنا أبواب السماء واغمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين.